الرحمن الرحيم. اللهم صل وزد وسلم وبارك على هذا رسول الله. تعالوا كده نشوفوا فيديو بقالي فترة عايزة اصوره. اول حاجة بس اوريكم الصورة دي. انا امبارح اهو كنت منزلة فيديو ان انا كان في طبقة من الاسمنت عاملة عفن على في الحوش اهو. اللي انا استغربته لقيت ادي قشر البيضة. شايفين اللون الابيض ده؟ التاريخ كمان بالظبط اهو. التاريخ امبارح بالظبط. تعالوا كده التاريخ يا جماعة 24 ابريل. امبارح بالظبط العصر او قبل العصر، كان 3 وشوية قبل تغيير الميعاد. كنت انا الطبقة دي ادي اهي قشر البيض. جبت ادوم وهديت الطبقة بتاعت العفن دي عشان الهاموش والناموس، وانتوا عارفين الصيف وكده. وعملت اومو وكلور وملح وكده، يعني فاهميني، كنوع من الوقاية عشان الناموس طالع بنسبة كبيرة. هنقولوا القشر البيضة دي عيل رميها؟ ما توقعش. اول مرة تحصل، اول مرة الاقي قشر بيض عيل رميها من الجيران. لا، ما اعتقدش. يعني الى حد ما مفهوم الطاقة السلبية اللي احنا قلنا عليه. نسيب بقى البيضة او قشر البيض. وهنا دي لقيتها اهي، اللي بنحطوا فيها الفاكهة اهي. تمام. طيب هنعمل ايه؟ بسم الله. بصوا يا جماعة، انا عشان بس عندي قرشة نفس لقيت فيها برضو عفن. بصوا تعالوا كده، عشان انا عندي حساسية اما بلبس النقاب او كده. بالظبط اهي. تعالوا بقى ندقدق كده. انا بالصدفة لقيتها منزلة اللي هو بقى الدود والسوس والبق مدودة ومسوسة. ودي النقطة اللي انا عايزة اوريها لكم. هو طبعا بياخد وقت شوية لانه مكبس بدبابيس كده. هدقق بس كده. اوريكم العفن اللي هو واصل لجوه. طبعا المفروض اللي انا كنت اشوف الدبابيس او المسامير دي، المفروض اللي انا كنت افكها قبل التصوير يعني عشان اكسب وقت. شايفين البودرة دي؟ دي اللي هو بيفسر وجود الطاقة السلبية في البيت، اللي هو السوس والدود والبق وهكذا. تمام. احاول ان انا برضك افتحه قدامكم. انا كنت في واحد كنت فكيته من غير ما اعمل فيديو. المشكلة ان هو بيعوز مجهود عضلي شوية اهي.
طبعا انا ما بحبش التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، انا من النوع اللي بحبه يبقى توقيت ثابت، يعني ما بحبش تغيير الساعه ده. كنا متعودين ان تغيير الوقت بيبقى في شهر 5. شوف لازم اتعود، لازم. يا جماعه هو جامد. طبعا مش عارفه اتحكم فيه على قد ما بقدر، يعني بعمل ايه. العفن هيظهر غالبا في الرجول هي بتبقى معفنه. الحتت الطويله دي ما بيبقاش فيها عفن، اللي بيبقى فيه عفن اللي هو الرجول. هحاول انا افكه وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، السوس او الدود بيبقى غالبا في الرجول ده اللي بيفسر ان الحاجه بتبوظ عندي، اللي هو الرز، السكر، حاجات من دي. فبضطر ان انا احطها في الشقه اللي تحت عشان مستوى الطاقه السلبيه. هتقولي لي حتى في الاشهر الحرم، اقول لكم حتى في الاشهر الحرم. تعالوا نفكوا دي كده، بسم الله. بصوا هقعد انا بقى اكمل القرف ده، ولكن ظهور البودرة انا بس دوت هياخد مني مجهود، عشان عاوز اللي انا اكسره يعني. عشان الناس نايمين مش هعرف اعمله دلوقتي، ولكن عموما في العموم يعني اهي. نيجي بقى هنا ليه العفن اللي انا قلت عليه اهو، البودره، السوس، واهي شايفين البودره دي اهي. ده بيبقى مصير اي حاجه زي ما قلت، السكر، الرز، وهكذا اهي. هقعد بقى انا افنطه، ولو وصلت لاي صوره برضو عشان الجيران نايمين وانا هقعد اهبد، والموضوع زي ما قلت عايز مجهود اهي. السوس والبودره اللي احنا شايفينها دي، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد.
وعلى أزواج صحبه أجمعين.